اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. طبعا الفيديو باين من عنوانه المحاشي، وكمان البطايه اللذيذه الحلوه المحشيه رز دي تحفه. طبعا الاكلات اللي بنعملها اليومين دول تنفع في اكلات العيد. يعني ممكن تعملي المحاشي ديت في العيد بدل الفتة، او ممكن تعملي البط بدل اللحمة، يعني على حسب انت حابة، انت ومزاجك حابة تعملي ايه في اكلات العيد. تعالوا نعمل مع بعض كده ونشوف عملنا الاكل الحلو ده ازاي، وبطريقة بسيطة خالص وكمان مش مكلفة. اول حاجة كده مع بعض هنعملها هي حشوة البط، علشان نسيبها تبرد عشان نعرف نحشيها. حطيت كده بصل وحطيت عليها زيت، طبعا اي مادة دهنية انت حابة تحطيها، وكمان حتة زبدة عشان تطعم معانا البطة كده من جوه كده وتبقى طعمها حلو. طبعا بقى ايه، هحط معلقة فلفل مفروم، ممكن تقطعي قرن فلفل اخضر كده، او ممكن تفرميه عادي مع البصلة، اي حاجة انت حابة تحطيها ممكن تحطيها عادي. وكمان هنزل بفص توم كده، علشان انا كنت عايزة اعمل مرتة للفرخة للبطة، فايه قلت لا هخليها كلها تبقى في الحشوة علشان تدي الحشوة والبطة طعم حلو. نزلت بفص الثوم وشوحت، ونزلت بفص بالملح وفلفل اسود، وكمان شوية بهارات مشكل. بس كترت الفلفل الاسود عشان البطة بتحب حشوة البط عموما بتحب الفلفل الاسود الكتير. وكمان نزلت بشوية قرفة حلوين كده على الرز بعد ما نزلت بالرز وشوحته. هزود عليه بقى المية بتاعته، يا دوبك كده، يا دوبك شوية مية صغيرين خالص زي ما انتوا شايفين كده. وبس كده هغطي عليه بقى واسيبه يستوي. لحد ما يستوي هنجهز خلطة المحشي بتاعتنا. معايا رز مغسول، وكمان فلفل مفروم وبصل مفروم، وكمان الخضرة بتاعت المحشي بتاعتنا اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة. نزلت كده بمعلقة زبدة، معلقة زبدة وشوية زيت، وهنزل كمان بالتوابل بتاعتنا والملح. نزلت بالملح، وكمان هنزل بفلفل اسود وكمون وكزبرة، وكمان شوية بهارات مشكلة وشوية بابريكا. يعني ايه كده، ندلع المحشي بتاعنا كده علشان احنا هنعمله ني في ني. المحشي لما بيتعمل ني في ني كده في الصيف ده بيكون خفيف، وتعرفي تاكلي منه ما يكونش دسم بزيادة. او مثلا ممكن لما تكوني مسبكاله مشوحة مثلا البصل، او حاطة معاه الطماطم وكده، بيكون تقيل شوية. هو اي نعم بيكون طعمه حلو بس بيكون تقيل. الصيف عايز اكلات خفيفة، مش عايز اكلات تقيلة. يعني ايه، بتكون تقيلة على المعدة وكده. فلا كده خفيف خالص. هنزل بقى، انا كنت مسبكه الطماطم لوحدها من غير اي حاجه خالص. هنزل عليها بالطماطم كده، كنت حطيت معاها وهي بتتفرم، انا سبكتها كده لوحدها، وحطيت عليها شويه بنجر. انت حابه تحطي صلصه حطي، انا حطيت كده حته بنجر مفروم، واديتها ايه، حطيتهم على الخلطه بتاعتي واديتهم تقليبه كده. محشي في السريع من غير بقى ايه تسبيك ولا الكلام ده. زي ما بقولك الصيف محتاج الاكل يكون خفيف، بحيث ان انت تاكلي وتستمتعي، ومن ناحية تانية ما تحسيش ان ايه ان الاكل تقيل على قلبك. طبعا انا بقى مجهزة الحلة بتاعتي ومجهزة مقورة الفلفل والبتنجان والكوسة. همسكهم بقى احشيهم واحطهم في الحلة واقفين. انا بحب ان انا احشي المحشي بتاعي ان كان فلفل وبتنجان وكوسة، بحب احطه في الحلة. انا ايام امي الله يرحمها كنا دايما نجيب الصينية بتاعة الفرن، ونروح جايين ايه منيمينه فيها ورصينه جنب بعض، ونحط له الشوربة بتاعته، ونحطه ندخله في الفرن يستوي. لكن الطريقة ديت يعني ايه، بنحس ان هي ايه، بحس ان هي افضل من ان انت ترصيه في الصينيه. طبعا انا فاض معايا رز فهركنه على جنب لحد ما اطلع له شويه ورق عنب وايه وافكه واحشيه. فهنا بقى انا خلصت المحشي بتاعي، هسيبه بقى على جنب لحد ما البطه بتاعتي تستوي. احشي البطه بتاعتي واحطها تستوي علشان اخد من الشوربه واسقي المحشي بتاعي. طبعا المحشي محتاج شوربه، وتكون الشوربه بتاعته تكون دسمه. فرصيته كده جنب بعض وسويته كده، بحيث ان انا اغطيه واحطه على جنب لحد ما البطه بتاعتي تستوي زي ما قلت، علشان ايه احشيه على طول. هنا بقى ايه، سبت الرز بتاعي استوى، وجبت البطه بعد ما تنضفه ومتظبطه كده. همسك بقى في الجناب في تحت الجلد كده احشي شويه. طبعا الرز بتاعي مستوي بنسبه 70%، يعني هيكمل ال30% الباقيين مع البطه، او هيكون مستوي حلو. همسك بقى البطه كده من اللي انا سايبه الرقبه بتاعتها فيها حته كده، علشان لما احشيها تبقى زي الممبرايه. همسك بقى البطه بتاعتي احشيها من جوه من جوه ومن الجناب ومن عند الرقبه، عشان تبقى كلها كده ملزلزه في بعضها وتكون ايه بطه محترمه. بعد ما حشيتها كده همسكها بقى اكتفها علشان الرز بتاعها ما يطلعش وينزل في الشوربه.
طبعا بقى ايه، عندي خل السنان هتمشي معاكي حلو خالص. طبعا انا ما عنديش خلة سنان، وعندي آم، شيش طاووق، عصاية الشيش طاووق، قلت اعمل بيها. طب انا ما عنديش الشيش طاووق، فتلة وابرة، ابرة وفتلة تخيطيها بيها هتبقى كويسة. تعالوا بقى نحط البطة بتاعتنا على البوتاجاز علشان تستوي. انا بحب اشوحها، واحب اشوحها في التوابل الاول، التوابل بتاعتها تطلع. انا حطيت حته زبده وشويه زيت، وكمان حطيت عود روزماري وقشر برتقان وورق لوري وحبهان وقرنفل، وكمان يعني ايه كل التوابل اللي انت حابه تحطيها. وكمان حطيت لومي مجفف، يعني كل التوابل اللي بتطلع معانا ريحه حلوه وطعم حلو للشوربه. تمام كده. وبس هنزل بقى بالبطه بتاعتي، هديلهم تشويحه كده، وانزل بالبطه بتاعتي علشان تتشوح معايا وتاخد ريحه التوابل دي فيها. انا بحب ان انا اشوح البط عموما في التوابل دي. انا بقى بعد ما شوحت كده دقيقه، نزلت عليها ببصل وطماطم وجزر، وكمان هنزل عليها بفلفل، فلفل متقطع صغير كده. انتي حابه تحطي قرن حطي. انا ايه كان الفلفل انا كنت وانا بقور فطلعت شويه منه كده ايه على جنب، فحطيتهم فيهم على طول. انا بقى ايه، تعالوا بقى للمكون السحري ده. انا حابه ان انا احط توم على البصل، على البطه وهي بتستوي. اعمل ايه؟ رحت جايه ماسكه والفلفل الاسود بالطريقه دي تحفه. مسكت في الهون بتاعنا كده بتاع زمان، ورحت فلفل اسود صحيح، وكمان فصين توم ودقيتهم في الهون ونزلت عليهم للبطه. شم الريحه بقى، ريحه تحفه تحفه تحفه. هنظبط بس شويه كمان الملح، ونحط كمان ميه سخنه كده، وكمان نزودها بقى ايه على حسب انت حابه تزودي الميه ايه، سخنه ساقعه زي ما تحبي. بس انا ايه حبيت ان انا اسرع الموضوع، وحطيت نصها ميه سخنه ونصها ميه برد، وحطيتهم بقى ايه على عين كبيره علشان البطه بتاعتي تستوي بطريقه اسرع. بس طبعا اول ما غليت هديت عليها النار على نار وسط لحد ما ايه استوت معايا. همسك بقى اسقي المحشي بتاعي الشوربه علشان يستوي كله. هنا كنت خلصت كمان شويه الرز الباقيين، كنت طلعتهم شويه ورق عنب من الفريزر وحشيتهم، فهنحطهم كلهم مع بعضهم كده ويستووا. هسقي كمان ورق العنب علشان يستوي هو كمان، يبقى كله مستوي مع بعضه والاكل سخن ولذيذ. طبعا احنا في الحر، فالايه الاكل لما بيكون بارد بيكون طعمه مش قد كده. فهنا المحشي بتاعي كمان استوى تمام كده، وكمان البطه بتاعتي كمان استوت. تعالوا بقى ناخد البطه وناخد المحشي ونحطه في الفرن ياخد لون، يتحمر يعني. طبعا انت حابه ان انت تاكلي المحشي زي ما هو كده، انا هحمر بس ايه الكوسه وشويه فلفل وبتنجان، لكن بعد كده مش هحمر الباقي. حطيت البطه، وحطيت كمان هحط كمان شويه الكوسه علشان ادهنهم بقى بالزبده وادخلهم الفرن عشان يتحمروا. طبعا انت لو مش حابه ان انت تدخليهم الفرن عادي، مش حابه تحمريهم يعني، برضو مش في مشكله، هي طعمه كده تحفه. انا بقى هدهنهم بقى بالزبده علشان يديني لون حلو كده ويبقى طعمه لذيذ. زي ما قلت لك بقى، لو ولادك ما بيحبوش الفته، او ما الفته بتكون مش على مزاجهم يعني، ممكن تعملوا لهم المحاشي المشكله ديت، بتبقى تحفه في الاعياد برضو بتبقى لذيذه خالص. بس العيد الكبير عموما بيكون بيحب الفته. فانا همسك بقى حته زبده كده وامشيها على البطه، وانزلها على كمان على المحشي. تمام. واديها ايه، واروح جايه اكون مولعه الشوايه وادخلها تحت في الفرن لحد ما ياخد لون معايا. انا بس ايه ما حطيتش المحشي كله، سبت شويه في الصينيه في الحله. كده الاكل بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. وكمان ما تنسوش تعليقوا الجميل اللذيذ اللي دايما بيفرحني. وتعالوا بقى ندوق الاكل ونشوفه عامل ازاي، طعمه تحفه وريحته تجنن، وكمان لذيذ جدا. تعالوا ندوق الاول. شايفين البطه ولذاذتها متحمره، وبصوا طعمها تحفه وريحتها تجنن. تعالوا بقى نشوف المحشي بتاعنا كمان. المحشي ورق العنب مستوي وجميل، وكمان الفلفل والكوسه والبتنجان طعمهم يجنن، بس الفلفل مولع نار ما اقولكوش عامله ازاي. وكمان البطه، شايفين الكوسه تحفه. تعالوا بقى نشوف ايه الحشوه بتاعت البطه مستويه وطعمها يجنن، طعمها تحفه. شايفين الجمال وطعم الحشو بتاعها يجنن. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. ويلا باي.